السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. حسن مكياج كيرفع دعوى قضائية على أحد الكونديدا في برنامج ستاند اب. إليكم التفاصيل. الممثل الكوميدي حسن مكياج يرفع دعوة قضائية على القناة الأولى لأنها دوزات لقطة تنمر من طرف أحد مشاركين البرنامج في ستاند اب. ما كانش عليه يستهزأ بهذا الفنان الكبير، كان عليهم قبل ما يدوزوها في التلفازة يراجعوا الأغلاط وينقصوا هذه اللقطة اللي فيها إهانة لهذا الفنان المغربي. للأسف كلشي سكت، ولكن دابا جا دور الفنان حنا كنا معاه، حيت إلا دازت هادي يولي كلشي يقول اللي بغا بدون مراعاة مشاعر الآخرين. وهذا الشيء اللي خلى الفنان حسن مكياج ما يسكتش وقرر يطرق باب القضاء على قناة الأولى بعد ما تنمروا عليه من خلال برنامج ستاند اب. الفنان حسن مكياج راسل الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري واستنكر ما تعرض له من تنمر كفنان مغربي تعرض لإهانة من طرف قناة وطنية مغربية، ولهذا كلف محامي لرفع دعوة قضائية من أجل رد الاعتبار إليه كفنان ومبدع مغربي. حسن مكياج لم يكن على علم، ولكن عندما نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي للأسف بعده مباشرة تعرضت ابنته للتنمر في المدرسة ودخلت في حزن كبير، وهذا هو الأمر اللي قلقه بزاف. لهذا قرر يرفع دعوى قضائية. لازم على الإذاعة الوطنية تعمل تدقيق كامل وشامل على أي كلمة تخرج من المشتركين في البرنامج ويردوا البال، خاصة اللجنة التحكيم. فهنا خوتي خواتاتي نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. مع السلامة، في رعاية الله وحفظه.